المشاهدون الأكارم، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها بالعناوين. اجتماعات في عدو خالة وإندا قرقيس لمناقشة العملية التعليمية. عقد ورشة عمل في العاصمة أسمر لتعزيز العملية التعليمية. إدخال المعدات الطبية الحديثة يسهم في تطور وتوسع الخدمات الصحية. روسيا تنفي انتهاك مقاتلاتها للمجال الجوي لإستونيا. المغرب والصين يوقعان آلية للحوار الاستراتيجي. هجوم إلكتروني يربك حركة السفر في مطارات أوروبية كبرى. أهلا بكم. عقد مكتب التعليم في مديرية عدو خالة اجتماعا في 18 من سبتمبر في عدو خالة و19 من سبتمبر في منطقة إندا قرقيس لتحديد المشكلات التي واجهتها العملية التعليمية خلال العام الدراسي 2024-2025. وأكد مسؤول المكتب الأستاذ سسفاي سبهتو ارتفاع معدل النجاح بنسبة طفيفة ولا سيما انخفاض معدل التسرب من التعليم. وذكر مسؤول فرع التعليم في الإقليم الجنوبي الأستاذ هبتزقي كيداني ذكر طلاب وأولياء الأمور والمعلمين بالإضافة إلى إدارة المدرسة بتعزيز العلاقات فيما بينهم، وقال إن تقييم نقاط القوة والضعف بشكل صحيح أمر أساسي لتنفيذ البرامج المخطط لها بنجاح. وحث المشاركون بدورهم على إيجاد حلول للمقاعد الدراسية والكتب القديمة وبناء أسوار المدارس التي لا توجد فيها أسوار. من ناحية أخرى، عقد في 18 من سبتمبر سيمينار في قاعة عد بقيعو في مديرية عدو خالة تركز حول دور العلاقات الإيجابية بين أرباب العمل والعمال في العمل وتقديم خدمات فعالة. وأكد السيد رزاني ولد أملاخ من فرع وزارة العمل والرعاية الاجتماعية أن العمل الفعال يتحقق بوجود علاقة إيجابية بين أرباب العمل والعمال، مذكرا أنه ينبغي القيام بعمل جدي في هذا الشأن ويجب أن يكون هناك اتفاق قانوني. وحث ممثل مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في المديرية السيد رزاني في الساهية من جانبه حث أصحاب المؤسسات على إعطاء الأولوية لاحترام حقوق العمال ومنع الحوادث في مكان العمل. شهدت العاصمة أسمر في 19 من سبتمبر عقد ورشة عمل هدفت إلى تعزيز العملية التعليمية من خلال تطوير الفهم المشترك للمعلمين. وأوضح مدير مدرسة دنبا سنبل الأستاذ نجاسي والدو في الورشة التي شارك فيها ممثلو مختلف المؤسسات الحكومية والمعلمين والطلاب بأن على المعلمين أن يكونوا مسؤولين عن نقل التعليم الممتاز للطلاب، لأن الدقة هي أساس المجتمع والبلد. وقدم في المناسبة عرض تقديمي حول الوضع العام للتعليم ومهنة التدريس قدمه عدد من الأكاديميين، كما تم تحليل نقاط القوة والضعف للعام الدراسي الماضي 2024-2025 وتذكير المعلمين وجميع الجهات المعنية برفع جاهزيتهم لتحسين أداء الطلاب وانضباطهم. وناقش المشاركون كفاءة الطلاب وانضباطهم السليم ودور المعلم في العملية التعليمية والعلاقة بين إدارة المدرسة والمعلمين. أفاد الكادر الصحي في مديرية عرزة تطور وتوسع الخدمات الصحية في المديرية مع إدخال المعدات الطبية الحديثة في جميع المؤسسات الصحية بشكل عام وفي المستشفى العمومي بشكل خاص. وأوضح مسؤول الخدمات الصحية الممرض زرام زيمو بأن إدخال أجهزة الفحص بالموجات فوق الصوتية والأمراض المعدية وكذلك الأمراض غير المعدية الحديثة أدى إلى نتائج إيجابية في تشخيص الأمراض. وذكر بأن ارتقاء عيادة ماي دما إلى مركز صحي وتوفير إمدادات كافية من الأدوية ساهم في تأمين الخدمات الصحية الجيدة. وحول الوضع الصحي العام، أفاد بأن عدد الأمهات اللاتي يتلقين رعاية ما قبل الولادة وصل إلى 86%، في حين تضاعف عدد الأمهات اللاتي يضعن حملهن في المرافق الصحية بفضل الجهود المبذولة للقضاء على وفيات الأمهات والرضع.
وأشار إلى القيام بأعمال النظافة ورش المبيدات الحشرية وتوزيع الناموسيات للحد من الأمراض المعدية وخاصة مرض الملاريا والأمراض المنقولة بالمياه. توجد في مديرية عرزة 5 عيادات ومركز صحي ولا سيما مستشفى عمومي. عقد في مدينة دكم حري في 16 من سبتمبر سيمينار تركز حول السلامة الزراعية والحيوانية للمزارعين والمهنيين الزراعيين والشركاء القادمين من مديريات سجنيتي ومعيني ودكم حري. ودعا كبير خبراء مراقبة الموارد الزراعية في الإقليم الجنوبي السيد بيطرس هابت ميكائيل المزارعين على توسيع نطاق فهمهم وتوفير الغذاء الآمن للمجتمع. وحث خبير تنمية النباتات السيد عند إرمياس المزارعين على تجنب استخدام المواد الكيميائية واعتماد الأسمدة والمبيدات الطبيعية. وقدمت في السيمينار معلومات مفصلة حول الاستخدام الآمن للأدوية البيطرية. كرمت مدرسة قندع الثانوية 25 طالبا من أعضاء الخدمة الوطنية المتفوقين في الدورات 35 والسادسة 37. وأكد مدير المدرسة الأستاذ علي إبراهيم في كلمته بالمناسبة أن هذه النتائج المشجعة تجسد تضافر جهود الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، مضيفا أن برنامج الجوائز سيكون له دور محفز في مسيرتهم التعليمية القادمة. وقال الأستاذ سليمان محمود مسؤول مكتب التعليم في مديرية قندع قال إن هذه المبادرة ستثير الروح الغيرة الحميدة لدى الطلاب، وذكر الطلاب بضرورة الارتقاء فوق ضغوط الأقران السلبية وأن يصبحوا قادرين على المنافسة في دراستهم الجامعية. بدورهم أعرب الحاصلون على الجوائز التحفيزية عن امتنانهم لبرنامج التحفيز وتعهدوا بتكثيف جهودهم. مشاهدينا فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن طائراتها المقاتلة لم تنتهك المجال الجوي لإستونيا، وأنها حلقت فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق في طريقها من شمال غرب روسيا لجيب كالينغراند الروسي على بحر البلطيق. يأتي ذلك بعد أن قالت إستونيا العضو في حلف الشمال الأطلسي في وقت سابق إن 3 مقاتلات عسكرية روسية انتهكت مجالها الجوي لمدة 12 دقيقة. وقالت وزارة الدفاع الروسية بشأن 3 طائرات مقاتلة من طراز ميغ 31 إنها نفذت الرحلة بما يتوافق تماما مع القواعد الدولية التي تحكم المجال الجوي دون انتهاك حدود الدول الأخرى، وهو ما أكدته عمليات تفتيش مستقلة. وأوضح البيان أن المسار الذي سلكته المقاتلات من منطقة كاريليا شمال غرب روسيا كان فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق على بعد أكثر من 3 كيلومترات من جزيرة فايندالو الواقعة قبالة الساحل الإستوني. وقع المغرب والصين مذكرة تفاهم لإرساء آليات الحوار الاستراتيجي بين البلدين، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة إلى بكين. ووفق الخارجية المغربية فإن بوريطة ونظيره الصيني وانغ يي عقدا اجتماعا تم خلاله التوقيع على مذكرة تفاهم يتم بموجبها إرساء آليات للحوار الاستراتيجي بين وزارتي الخارجية لكل من المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية، فيما يعد محطة أساسية نحو توطيد العلاقات بين البلدين. وترتكز الآلية على مضمون الإعلان المشترك للشراكة الاستراتيجية الموقع من طرف الملك محمد السادس والرئيس شي جين بينغ، وهي تروم إعادة هيكلة الحوار رفيع المستوى بين البلدين القائم على أساس الثقة والتفاهم والاحترام المتبادل. استهدف هجوم إلكتروني أنظمة تسجيل الوصول والصعود إلى الطائرات وعطل الحركة الجوية، وتسبب في تأخيرات في العديد من المطارات الرئيسية الأوروبية.
وأفاد مطار بروكسل أن الهجوم الإلكتروني أجبره على إجراء تسجيل الوصول والصعود إلى الطائرات يدويا فقط، مؤكدا أن الحادث كان له تأثير كبير على جداول الرحلات. أفادت السلطات في مطار براندبورغ في برلين أن مزود خدمة أنظمة مناولة الركاب تعرض لهجوم، مما دفع مشغلي المطار إلى قطع الاتصال بالأنظمة. وأعلن مطار هيثرو في لندن، أكثر مطارات أوروبا ازدحاما، أن مشكلة فنية أثرت على مزود خدمة أنظمة تسجيل الوصول والصعود إلى الطائرات. نختم هذه النشرة بالتذكير بأهم وأبرز العناوين. اجتماعات في عد خالة وندا قرقيس لمناقشة العملية التعليمية. عقد ورشة عمل في العاصمة أسمرة لتعزيز العملية التعليمية. إدخال المعدات الطبية الحديثة يسهم في تطور وتوسع الخدمات الصحية. روسيا تنفي انتهاك مقاتلاتها للمجال الجوي لإستونيا. المغرب والصين يوقعان آليتان للحوار الاستراتيجي. وهجوم إلكتروني يربك حركة السفر في مطارات أوروبية كبرى. سادتي سيدات، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا لهذه الفترة المسائية. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.